تصميم المطابخ ليه أفكار كتيرة جدا جدا، أفكار لا حصر لها. أنا سارة من فريق كون منزل، والنهاردة هنكلمكم عن أكتر 5 أفكار مثيرة للجدل في تصميم المطابخ. آخر فكرة هي أكتر فكرة شفنا عليها اختلاف، أو أكتر فكرة شفنا إن هي مثيرة للجدل. افتكري تعملنا سبسكرايب على يوتيوب وفولو على انستجرام وفيسبوك علشان توصلك كل أفكارنا الجديدة في ديكور وتنظيم وترتيب البيت. الأفكار اللي هنتكلم عليها معاكي النهاردة أفكار مثيرة للجدل جدا. في ناس حبتها قوي قوي، وناس ما حبتهاش خالص خالص وكانت ضدها تماما. أول فكرة هنتكلم عليها هي فكرة الأوبن شالفينج أو الأرفف المفتوحة في المطبخ. الفكرة دي في ناس حبتها جدا جدا وهنقول لكم ليه، وفي ناس ضدها تماما وهنقول لكم برضه ليه. الناس اللي حبتها أسبابها إنها بتدي إحساس بالاتساع لأنها مفتوحة، وإن شكلها مودرن، وإنها ممكن تعرض عليها الأطباق الشيك اللي عندها في المطبخ، وإنها بتدي شوية كده يعني فايب أوروبي. الناس بقى اللي ضدها تماما بتقول إنها بتجمع تراب وبتجمع اللي هي الدهون من المطبخ، لأن المطبخ بيبقى فيه طبخ وكده فبتجمع الدهون، وإنها كمان بتجمع كركبة، وكمان إن هي مستحيل تكون منظمة. تاني فكرة هي فكرة استخدام وحدات مطابخ ألوان مختلفة فوق وتحت، يعني تختاري فوق لون وتختاري تحت لون تاني. الناس اللي حبت الفكرة دي أسبابها بتقول إن فكرة لونين مختلفين بتضيف interest أو بتخلي المكان يعني ممل أقل، وبتضيف لون كمان، وكمان إن هي موضة. أما الناس اللي ضد الفكرة دي بتقول إن هي شكلها مش لايق على بعضها، وكمان إن هي ممكن موضتها تقدم بسرعة، وكمان إن هي بتدي إحساس بالزحمة في المكان. ثالث فكرة هي فكرة استخدام الرخام بكثرة. الناس اللي بتحب الفكرة دي أو معاها أسبابها إنه الرخام ما بيقدمش، فعلا دي حقيقة، وإن هو بيضيف فخامة للمكان، وإن هو جمال طبيعي، إضافة لمسة طبيعية للمكان. لكن الناس اللي ضد الفكرة دي أو ما بترشحهاش بتقول إن الرخام محتاج هاي، يعني هو حاجة هاي مينتنس، بيحتاج اعتناء دائم، إن هو بيبقع، ودي فعلا حقيقة لأن هو مادة مسامية فبتبقع بسهولة، وإن هو كمان ممكن يدي إحساس بالبرودة. يعني لو الواحد بيحب أو بيفضل الإحساس في البيت بالدفء أو إن البيت يبقى كوزي، الرخام ممكن يعمل عكس ده. الفكرة رقم 4 هي فكرة استخدام وحدات مطبخ زجاجية. الناس اللي بتفضل الفكرة دي بتقول إن هي بتدي إحساس بالاتساع في المكان، وإن هي ممكن تعرض فيها لو عندها كولكشنز أو مجموعات شيك من الكوبايات أو من التحف، ممكن تعرضها في الكابينتس أو في الوحدات الزجاج دي، وكمان إن هي شكلها شيك. الناس اللي ضد الفكرة دي أو اللي ما بتحبش تستخدم الوحدات الزجاج أسبابها إنه الوحدات دي بتبقى مليانة بصمات صوابع، بتتبصم بسهولة جدا فتبقى محتاجة تتنضف كتير، وإن زي الأوبن شالفينج أو الأرفف المفتوحة اللي اتكلمنا عليها في الأول، إن هي محتاجة تكون منظمة دايما طول الوقت وده بيحتاج مجهود، وإن الواحد محتاج يكون عنده كولكشنز أو مجموعات شيك أو فخمة علشان يعرضها في الكابينت الإزاز دي. آخر فكرة، الفكرة رقم 5 وهي أكتر فكرة شفنا ناس مختلفة عليها، هي فكرة الأوبن كيتشن. ناس بتحبه جدا جدا وناس بترفضه تماما. الفريق اللي بيحب الفكرة دي أو بيشجعها أسبابه إن هي مودرن، وإن هي بتخلي المكان أوسع لأن مفيش حتة مقفولة، وإن الشخص اللي هيبقى بيشتغل في المطبخ سواء بيطبخ أو بينظف مش هيبقى قاعد في حتة لوحده، هيبقى قاعد مع بقية الناس. الفريق التاني أو الفريق اللي مش بيفضل الفكرة دي أسبابه أول سبب الريحة، إن إحنا طبعا لما بنطبخ في المطبخ الريحة لو ما قفلناش الباب وشغلنا الشفاط وكده بتملى البيت كله. يعني سبب الدهون، في دهون بتتكون في المطبخ برضو لما بنطبخ، فممكن دي تمتد بقى لقطع الأثاث اللي جنب المطبخ المفتوح. وثالث سبب ليه علاقة بالسبب الأولاني اللي هو الريحة، إن المطبخ ده في رأيهم غير عملي لطبخ حقيقي، يعني ممكن طبخات كده بسيطة بس وجبات بقى كبيرة، غير عملي في رأيهم المطبخ ده.
قولي لنا لو في فكرة من الأفكار اللي عرضناها لفتت انتباهك، قولي لنا لو في فكرة منهم أو غيرهم عملتيها وبعد كده ندمتي إن أنت عملتيها، أو لو في فكرة كنت نفسك تعمليها بس خفتي تطلع مش عملية أو مش مناسبة، وبعد كده لما فكرتي لقيتي لا لو كنت عملتها كان ممكن تطلع حلوة.